عنا طويل يا زلمه. فوت يا زلمه. جاي لعندك. وأنا سمعت هالحكي وكان في عقل براسي وطار وانعمى على عيوني والشك اللي بقلبي صار يقين. أهلين حنا، شو برجعك على بكير؟ حتى اكشفك يا فاجره. وينه؟ مين هذا اللي ولك عمل لك وينه؟ انا ولا بورجيك مين؟ شبك سهري شوف هيك لك شو عملت؟ وظلت غميانة 3 أيام وباليوم الرابع ارتحمت هي واللي ببطل. أهل الحارة لعنوا ساعة الغضب وشيطانه وسامحوني بعد لوم وعتاب، وأهل مرتي رفعوا أمرهم للرب وما عادوا يرموا علي السلام. بس أنا ما قدرت سامح حالي، زرت الكنايس، زرت القديسين، شعلت أصابيعي، قدمت الأضاحي، وما كانت تجي لا الرحمة ولا الغفران. ضليت سنة أو أكتر عم بمشي مثل المشرد من زقاق لزقاق وما كنت لاقي الرحمة والغفران. ما وسعتني الشام، قلت لحالي ببعد، حملت ضرب طريقي وإجيت على بيروت. ما تغير علي الحال كتير، لا خليت كنيسة ولا خليت مزار إلا ما شعلت فيه شمعة وأنا عم بطلب الغفران. ويوم من الأيام قعدت بالزقاق وصرت أبكي بحرقة قلب. قرب مني رجال مقدر وقال لي عيب على الرجال تبكي. هذا الرجال كان أبوك الله يرحمه. رحمة الله عليك. مصيبتي مصيبة يا وضعي، لا بتنحكى ولا بتنقال. الرجال بينعرف من عيونه، وعيون الرجال ما خلقت لتبكي. دلني على الطريق يا وضعي. عندك شغل؟ تركت شغلي وأهلي وناسي. شغلك عندي والناس ما عليك من هون. أنا أبو راغب يلي بيجيب معدلك بيكون عم يعاديني. ما بدك تعرف سيرتي بالأول؟ شو بدي بسيرتك؟ أنا بدي أكسب رجال. الحقني. الله يعزك يا أبو ضاي، الله يعزك، الله يرحم ترابك يا أبو راغب. تعيش. أنا ماني خايف من حكي الناس ولاني بعازتهم. هي سيرتي وهني مالهم فيها، بشو أحلف لك؟ اخص عليك، ما في داعي تحلف منوب. أبي كسب رجال وأنا ما بدي أخسر لهالرجال، وهي السيرة بتخصك أنت. الناس ما رح يسكتوا ورح يوجعوا لك راسك يا أبو ضاي. كلامي قطع بت، واللي ما عجبه يواجهني. قوم زيد الجمرات، اللي صار والكفارة دفعتها. الله يلعن ساعة الغضب. اي والله الله يلعن ساعتها. الله ييسر لك امرك ابو ضاي، فوق همومك عم زيد عليك هموم. اسمع، ما حدا بياخذ غير نصيبه. الله يجبرك يا ابو ضاي. خلص الكلام، سقيني قهوة. بأمر الزعيم أنا. بكره بيعمل راغب مثل بيو الله يرحمه، وقت اللي جاب حنا على الحاره جمعنا كلنا وقالنا حنا بكفالتي، واي حدا بده منه شيء بحاكيني. قطع بات سكتنا كلنا ولا حدا فتح تمه بكلمه، وهيدقني اذا هو ما راح يعمل هيك. والله يا بي حنا رجال بحاله، ما شفنا منه الا الخير، الا اذا مخبى ورا قصه عاطله. يسلم تمك يا سهر، لو ما كان مخبى شيء كان حط اصبعه بعينه لحمدي وكذبه. اللي بعرفه انه ما بيستاهل البهدله كلها. ما تضلك اعمى ولك يا ابني، لكن حلوة من صاحبك ما يعمل قيمتك ويخجلك قدام كل اهل الحاره. زيد ما بيعملها والغايب حشته معه. تفضل، بعده بدافع عنه. قلت لك يا بيي زيد ما بيعملها. يعني هيدا منه زيد؟ شكله شكل زيد، بس تطليعها مش تطليعة زيد ابدا. زيد ما بيخجلني.
ها بكره بنشوف، بس هالمره انا ما حاسكت. راغب غير ابوه وبدي اعرف شو السيري.